قالوا لي عليه. مين اللي قال لك عليه وهم مين والكلام؟ قالت لها ما يخصكيش، انت يخصك الخدمه اللي هتتعمل لك، اكتر من كده ما. قلت لها بس ما تضرش. طب انا ماشيه معاكي عاميه وماشيه وراكي جراني وانا موافقه، بس قالت لها انت ممكن يعني عندك شك او ذره شك ان انا ممكن اضرك. لو عندك كده يا صاحبتي بلاش منها خالص. انا لولا عشرتي معاكي ولولا اللي بيني وبينك مش هعمل الخدمه دي لاي بني ادم خلقه ربنا غير لولادي. قالت لها امين وانا معاكي. صبحوا الصبح اتفقوا مع بعض، ركبوا عربيتهم، جم عند مكان معين. قالت لها هو الشرط ده اللي انا بقولك عليه، هغمى عينيكي لغايه ما نوصل للمكان اللي هنروحه، وبعد ما تخلص المهمه واحنا طالع قبل ما نطلع هغمى عينيكي لغايه ما نروح، او لغايه قبل ما نروح بحاجه بسيطه هفك الرباط. موافقه؟ قالت لها امين. ايه رايكم؟ شوفوا عندنا استعداد نرمي نفسنا جهنم ونتعاون مع الشيطان علشان نعمل حاجة تغضب ربنا في سبيل عيالنا. اي اسمعوا جاي، اسمعوا جاي، تستعجلوش لله، اسمعوني، القصة دي هتفيد ناس كتير والله. المهم فعلا راحت المكان هي وصاحبتها ودخلوا مكان. انا مش هقول اسماء ولا هقول اماكن ولا هقول حاجة خالص، انا مش عايزة انشر الموضوع ده اساسا، بس بقوله للموعظة. دخلوا المكان اللي رايحينه، جابلوا الناس اللي هم يجابلوها، اللي الست دي عارفاهم، عملوا اللي عملوه، والست اخدت معاها اللي اخدته وروحوا. جه ميعاد العريس واهله والكلام ده كله. طبعا علشان نبين ان احنا اهل كرم وما ينفعش نتفق على اي اتفاق، لازم نقدم الواجب الاول. وما هو الواجب؟ السفرة اتفرشت، العصاير اتحطت، الواجب تم على أكمل ما يكون، الناس اتبسطت انبساط رائع جدا. بصوا الحال اتغير من حال لحال في ثانية، في منت. ازاي محدش يتكلم وحد معرفش. الحال بيحكي، حال الحال بيحكي ويقول، وهو وزره على نفسه. اتقضت المأمورية بسلام، جرت الفاتحة، الشروق